السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. عندنا اوردر حلو قوي، تابعوا معايا الفيديو للاخر وما تنسونيش بلايك واشتراك القناة. ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى، وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. بقالي كام يوم ما نزلتش معاكم فيديوهات، بس بجد يعني الحمد لله. تعالوا بقى نشوف النهارده هنعمل ايه. اللي هنعمله النهارده شايفين بقى، منزله العجان وشو دقيق، وبصوا هنعجن يعني فرح النهارده، لان العجين في البيت حاجه كده، بص بتجيب الخير لوحدها يعني. هنعمل ايه؟ اول حاجه حطيت كيلو ونص في دقيق في العجين، كيلو ونص دقيق في العجين، حطيت عليه رشه ملح، وحطيت عليه كمان ايه، معلقتين من السكر ومعلقه صغيره من البيكنج باودر او نص معلقه اللي هي معلقه الشاي. تمام، هي دي المكونات بس. يبقى دقيق وملح، رشة ملح، ومعلقتين سكر صغيرين، ونص معلقة من البيكنج باودر. بعد كده بقى معايا مية من الحنفية خالص، وهعجن بقى الايه لغاية لما تتلم معايا. الكيلو ونص دي هياخد معايا قد ايه مية؟ ابدأي بكوباية ونص من المية، وبعد كده انزلي بالتدريج. المهم ان العجينة تلم معاكي. انا ولا عايزة العجينة طرية قوي، ولا عايزة العجينة ايه متماسكة زي عجينة العيش. انا عايزة عجينة مطاطية، هتشوفوها معايا يعني ازاي مطاطية، يعني فيها عرق تعجني فيها كويس، وايه لغاية لما تبقى فيها عرق وفي نفس الوقت طرية بس مش ملزقة. دي كل مواصفات العجينة. طيب انا هعمل ايه؟ هنعمل الفطير الشرقي او الفطير المشلتت. بصوا، هنعمله بطريقة سهلة جدا، ومش هتاخد معاكي وقت ولا اي حاجة، في ثواني هتعمليه. هو المفروض بقى انا هعمل 3 كيلو من الدقيق بس، عشان العجين عندي ما بياخدش 3 كيلو مرة واحدة. فانا هعمل ايه، كيلو ونص في كيلو ونص. بعد لما العجينة اتلمت كده كويس، قمت احط عليها معلقة من الزبدة علشان اعرف المها، ومعلقة الزبدة دي بتديها طعم حلو جدا. وفي نفس الوقت بتلملي بقى ايه العجينه، هتخلي بصي بقى العجينه عامله ازاي. هو ده القوام اللي انا عايزاه. بصوا ملزقه، بس اول لما بلمها كده بتتلم في ايدي بسهوله. بصوا هتنزل من العجان ازاي، هتنزل بكل سهوله، وفيها كمان ايه عرق. اول لما تشديها كده تلاقيها بتمط معاكي زي المستيكه. طيب ده بيرجع لايه؟ اولا بيرجع نوع الدقيق. هاتي نوع دقيق كويس يكون بيستخدم في المخبوزات والحاجات. انا بجيب دقيق متعدد الاستخدامات. واهم حاجه بقى عشان العجينه يبقى فيها عرق، لازم تعجنيها كويس. طبعا ما عندكيش عجان، اعجنيها على ايدك عادي. نفس الفكرة برضو هنعمل الكيلو ونص التاني. طبعا لو عندك عجان بياخد 3 كيلو حطيهم كلهم على بعض. انا العجان بياخد 2 كيلو دقيق يعني بالكتير، فعشان كده ما بحبش ايه احط، مش بحب زي ما قلت لكم احط كمية الدقيق كتير، علشان ايه ما يبقاش غلط على العجان. فبعمله على مرتين وبيطلع معايا نفس النتيجة. بصوا هنعيد المقادير تاني علشان برضو ايه تاخدوا بالكم. حطيت كيلو ونص دقيق، عليها كوباية ونص من مية بس بالتدريج لغاية لما تلم معاكي، وعليها كمان رشة ملح ومعلقتين سكر. السكر دوت بيخلي الفطيرة لونها حلو، بيدي لون حلو يعني للفطيرة، وفي نفس الوقت كمان ايه بتخلي الطعم بتاعك مسكر. بس ما تكتريش عشان ما ينشفش معاكي. وبحط مع نص معلقة بيكنج باودر علشان يورق معايا. تمام، دي ايه كده كل المكونات. وبنعجن بميه بس، واخر حاجه بلم العجينه بحته زبده كده عشان تتلم معايا، وفي نفس الوقت تبقى ناعمه كده، وانا بقطعها تلاقيها ايه بتمط معاكي كده. بس دي كل المكونات بتاعه الفطير. بعد بقى كده لما خلصت المكونات كلها كده والعجينه، هسيبها ترتاح شويه، وبعد كده ايه هنبدا ايه نقرصها او نقطعها. انا بقى طريقتي مختلفه خالص في الفطير. مش بعمله اللي هو طبقات فوق بعض وافضل اقطع كور صغيره وكوره كبيره واعمل بقى ايه طبقات، لا. انا هقول لكم بصوا بقى العجينه عامله ازاي. شفتوا لما انا مطيتها، جبت بقى الصينيه زي ما انتوا شايفين ودهنتها شويه من الزيت، وهبدا بقى اقطع العجين. بصوا العجينه ولا محتاجه، اللي انا يا دوبك مسحت ايدي بس بحبه زيت، وببدا اقطعها هي لوحدها. بصوا شبه اللبانه كده او شبه المستيكه. بقطعها كور كبيره. طيب انا هقطع كام كوره. بصوا بقى، ركزوا معايا في الحتة دي. لكل 3 فطيرات مقاس 30، يعني انا عندي الصينية مقاس 30. التلات فطيرات بتحطي كيلو وربع من الدقيق. تمام، او كيلو من الدقيق لو عايزة الفطيرة ايه يعني مش مليانة من جوه. تمام. انا عملت بقى ايه، عملت الكيلو الدقيق مثلا، خلينا نشتغل على الكيلو الدقيق دلوقتي. عملت الكيلو الدقيق 9 كور زي دي، 9 كور زي دي، عشان هعمل 3 فطيرات. وممكن عايزاها مليانه خليه كيلو وربع دقيق. يا رب تكون وصلت لكم المعلومه. يعني كيلو الدقيق او كيلو وربع من الدقيق.
قولي كيلو وربع من الدقيق، هتشتغلي على كيلو وربع من الدقيق هيعملوا معاكي 3 فطيرات، حجم مقاس 30. تمام، الصينيه اللي انت هتفرديه فيها يبقى مقاس 30. هعمل كام كوره؟ 9. نفس الحجم ده بالظبط، 9 كيلو ونص هيطلع لك 9. طيب ليه انا هعملهم كلهم قد بعض والكوره زي ما انتم شايفين مليانه، مش كور صغيره ولا اي حاجه؟ علشان انا هاخد لكل فطيره 3 كور، 3 كور من اللي انتم شايفينها دي. تمام. انا بقى بعدهم هنا وبشوف هما كام واحده علشان اعرف هعمل كام واحده. ال3 كيلو من الدقيق طلع معايا 8 فطيرات، عملت بيهم 8 فطيرات. تمام. بصوا بقى، دهنت بقى كده دي الصينيه ديت بقى الصينيه، سبته بقى يرتاح نص ساعه، ويدوبك بس رشيت من فوق الوش شويه من الزيت علشان ايه؟ الوش بتاعه ما يقشفش. وخدي بالك من الزيت، الزيت بصوا سلاح ذو حدين. اولا بيسهل معاكي الفرد، لكن لو كترتيه هينشف معاكي العجينه. والله بقول لكم كل معلومه بما يرضي الله. بكل الحاجات اللي بتقابلني يعني بتبقى مثلا مش مظبوطه معايا، فبحاول وانا اقولها لكم اقول لكم خدوا بالكم من النقطه دي. زي ما قلت لكم هنحط شويه زيت من تحت صغيرين، وبعدين نرش شويه زيت ايه فوق الفطير بعد لما قرصناه، علشان ايه؟ يبقى معاكي يسهل معاكي الفرد. تمام. دي كده اول مرحله. تاني مرحله بقى اللي انتوا شايفينه، انا بعد لما قرصته وحطيت عليه زيت من فوق ومن تحت، قمت سايباه بتاع نص ساعه او ساعه الا ربع يرتاح. ما تشتغليش فيه الا لما يرتاح علشان يتفرد معاكي بسهوله. تمام. بعد كده باخد 3 كور، ودي كده يبقى ايه الفطيره. بعمل ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده قصادكم. جبت بس اهم حاجه، انتوا كده فردت الفطيره وايه، وجبت زبده. انا بشتغل بزبده نيوزيلندي للفطير. طبعا انت عندك زبده بقري مفيش مشكله، عندك زبده جاموسي مفيش مشكله، اي زبده. لكن الزبده النيوزيلندي بتدي طعم حلو جدا. اي حاجه، بس الفطير ما بينفعش نشتغل بسمنه، السمنه هتنشفه. لو عندك سمنه مثلا مسيحيها جاموسي او بقري هتنشفه. انا بشتغل بزبده صافي، وما بحطش عليها. يعني مثلا الثمان فطيرات دول اخدوا معايا كيلو من الزبده، حطيت بقى على كيلو الزبده ده قد ايه زيت؟ انا حطيت كله على بعضه نص كوبايه من الزيت. ربع كوبايه حطيتها من تحت، وبعد وانا بقرص الفطير كور حطيتها في الصينيه ومن فوق الوش، والربع التاني حطيتها على الزبده، لان زي ما قلت لكم الزيت بينشف العجينه. بعد كده بقى بفرد بقى الثلاث كور زي ما انتوا شايفين، افردها على الاخر خالص، وبفرد وبعدين بدهنها زبده، وببدا اطبقها كده ايه، وبين كل طبقه والتانية بقوم مرشه مسحه زبده او حاطه حته زبده. تمام. وبقفلها، بخلص بقى التلاتة كده، وبعدين احطهم فوق بعض، وبرضه اقوم فرداهم ولماهم. طبعا الفطيره ديت انتوا ما خدتوش بالكم، هشرح لكم تاني بقى في اول واحده اهو. دي كده اول واحده خالص، اول كوره من اللي انا قرصتها، فردتها طبعا زي ما انتوا شايفين. وبصوا بقى بورق ازاي، طبعا اتقطعت ما اتقطعتش مالكيش دعوه، عادي اشتغلي عادي، اهم حاجه تبقى تورق معاكي وتبقي شايفه رخامه من تحتيها، تحسي ان هي بقت رفيعه خالص. فردتها، قمت دهناها زبده، وبعد كده اقوم مطبقه، وايد التانية بتحط زبده، وايد بطبق، ايد بحط زبده وايد بطبق. تمام. ما تطبقيش الا لما تدهني مسحه زبده. دي كده اول ايه كوره. هعمل نفس الكوره التانية بنفس الطريقه. شايفين العجينه بورقها ازاي؟ واشتغلت بتاع فطيره اهو بقلبه على ايدي، يعني بصوا 7 صنايع اهو. بعد كده بقى ايه، بفردها بورقها كده وادهن زبدة، وبين كل تانية والتانية بقوم مطبقة ايه، وحاطة مسحة زبدة. تمام. وما تكتريش الزبدة، يعني هي ايه، مسحة بس اللي انت تدهني بيها. زي ما قلت لكم التمن فطيرات هياخدوا معايا كيلو من الزبدة. هبدأ كده ايه، دي الكوره التالتة نفس الطريقة. انا كل ده عملت 3 كور من اللي انا مقطعوهم. تمام. بعد بقى لما هخلص ال3 كور هوريكم هنعمل ايه تاني. بصوا الفطير او العجينه رهيبه زي الاستك، وكل ما تريحيها كل ما تديكي نتيجه حلوه. الفطير عايز اللي انت يعني ايه، تشتغلي كده ببال رايق. انا كنت شغاله ايه امتى؟ بعد الفجر. يعني انا عجنت العجنه دي بعد الفجر، علشان كان المفروض الاوردر ده يتسلم بدري. كده بقى خلصت ايه، خلصت الفطير كله بنفس الطريقه، وحطهم فوق بعض كده زي ما انتوا شايفين في الصينيه. جبت بقى اول واحده عملتها خالص وقفلتهم فوق بعض، وهقول لهم بقى قفلتهم فوق بعض ازاي. وقمت دهنها ايه، كريمه او قشطه كده، بس انا اللي كنت عندي دي كانت كريمه لباني. وهفردها في الصينيه وايه، وهدخلها الفرن. حتى وانا بفردها لما ارتاحت عملت ايه بقى، اتفردت معايا بسرعه، ما بقتش بتمط. تمام. دي بقى دي الفطيره التانية برضو ايه، هوريها لكم عملتها ازاي. طبعا احنا اول حاجه عملنا 3 كور وحطيناهم فوق بعض اللي احنا فردناهم كده
3 فوق بعض، ودي فطير زي ما انتوا شايفينهم. دول ال3 اللي انا فردتهم اول مره. حطيتهم بقى كلهم على بعض كده، وبعدين ايه جبت بقى حته زبده وهبدا اقفلهم كلهم مع بعض عشان في الاخر تبقى فطيره واحده. حاسه ان الموضوع انتوا شايفينه مكعبل، بس والله العظيم سهل جدا، مفيش اسهل من كده. بصوا بقى لونه عامل ازاي، والله الكاميرا ظلماه وطري وطعمه خطير. بصوا طبعا معمول بزبده، مش قادره اوصف لكم طعمها بتبقى عامل ازاي وريحتها عامله ازاي، فجربوه. قبل بقى ما الفيديو يخلص حابه اقول لكم بقى طريقه التسويه اللي انا بسويه على الصاجه من تحت. بدخله اول لما ياخد لون من تحت بقوم بايه فاتحه عليه الشوايه، لاني ما تزوديش عليه النار عشان ما ينشفش معاكي، وعلى اعلى درجه في الفرن. الفرن عندي بيوصل لدرجه 260، بس ببقى متابعيه بالظبط بيقعد 5 دقايق من تحت. وبفتح عليه الشوايه، هو اصلا بيكون احمر يعني قبل ما بفتح الشوايه. بس وده الفيديو بتاعنا والاوردر بتاعنا، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.